ازيك يا عزيزي؟ عامل ايه؟ عندنا مدرب هايج في عنبر 6. الراجل ده جه من سويسرا كده، جه قال يا جدعان انتوا عندكم ايه؟ قالوا والله احنا في مصر وعندنا انديه حلوه، بس اول ماتش عندنا في افريقيا. هتلاعب مين يا عم؟ الاتحاد المنستيري. تعالى شيل 3. ندخل بقى على الدوري كده، بتقابل مين يا عم الحاج؟ بنقابل والله سموحه وفرج عامر وهاني سليمان وبيضيع وقت. تعالى خد 3. ده بنلعب الاتحاد السكندري وسيد البلد. تعالى شايله 3. ده عندنا 2 في مصر بقى، واحد الغريم التقليدي بتاعك وواحد نادي معمول اصلا كتف النادي الاهلي. يلا هات بيراميدز في اوحش حالاتك شايله 3. ومين اللي بعده؟ ده الزمالك. يلا اديله ال3 الحلوه. طب احنا رايحين كاس عالم للانديه بقى، وبنقابل بقى محفل دولي بقى. هتقابل مين يا عم اول مره؟ اوكلاند سيتي. ايه اوكلاند سيتي ده يا عم؟ تعالى، ده مدينه غزل اوكلاند. شايله 3. مدرب فاجر مش لاقي حد يلمه. قبل ما ندخل في الحلقه بقى يا باشا، يا ريت اللايك الحلو بتاعك. طب قبل ما نبدا الحلقه كده، ما تصدقش حد يقول لك ان فريق اوكلاند ده ضعيف، وما تتبسطش قوي، لان فعلا انت مش تقدر تقارن النادي الاهلي باوكلاند سيتي. بس برضو المستوى اللي احنا شفناه والاداء اللي احنا شفناه، انت ما بتلعبش حرس الحدود مع كامل احترامنا لحرس الحدود. اوكلاند اقل من النادي الاهلي، بس مش بالصوره اللي انت شايفها دي. واوكلاند ده لو كان لاعب اي فريق من الدوري المصري كان هيرخم عليه ومش بعيد يكسبه. فما تقللش الانجاز اللي انت عامله، خصوصا ان هو جاي مع اداء. طيب اول حاجه كده نتكلم عن مدرب فريق اوكلاند. مدرب فريق اوكلاند مذاكر الاهلي كويس، ولعب في حدود امكانياته، وعارف حركه حمدي فتحي ودخوله كمهاجم تاني في انصاف المساحات. فراح لعب بطريقه 4-1-4-1، والواحد اللي قصاد الاربعه الدفاع بتوعه هو المسؤول عن انه يمنع حمدي فتحي من التقدم ده. فالحقيقه رخم على النادي الاهلي في الحته دي. ورغم ان حمدي فتحي كان بيزيد، وكان في احيان كتير جدا تاخر من علي معلول ان هو يلعب له الكوره، الا ان الحقيقه الطريقه دي ما نفعتش. الحقيقه المفاجاه النهارده اللي عملها لنا مستر كولر ان هو ما لعبش بالفكره دي بس. الراجل النهارده لعب شمولي. يعني انت عايز ايه في الكوره هديهولك. عايز ضغط عالي على فريق اوكلاند وما تخلوش يطلع بالكوره، موجود. عايز تلعب على الجبهات من ناحيه حسين الشحات ومحمد هاني ويشغلوا بعض واوفرلابات واندرلابات، موجود. عايز معلول يزيد الناحيه الثانيه جنب احمد عبد القادر، موجود. عايز اختراقات من العمق وبينيات، برده موجود. ومحمد شريف بيتحرك بين الاثنين مدافعين طول الوقت تقريبا. عايز تسديدات من بره ال18، موجود برده. حمدي فتحي شاط، احمد عبد القادر شاط، حسين الشحات شاط وسجل. طب عايز تحركات من غير كوره وسلم واستلم وتعمل مثلثات ومربعات وحاجات حلوه كده، موجود. الراجل بتاع اوكلاند نزل بال11 لعيب بتوعه في نص ملعبه، مش عارف يعمل ايه، مش عارف يسد منين ولا منين. وبعد 20 دقيقه لما مدرب اوكلاند يئس، لان كل فريقه ورا ال11 لعيب مرصوصين، ولما تكون بتلاعب فريق الداخليه، لما قرر يغير شويه النمط يمكن نهدى عليه شويه، وبدا يهاجم الاهلي من قدام، يمكن يمنع ان الاهلي يطلع ويبني هجمه من ورا. برضه طلعنا بالكوره من عند محمد الشناوي. حرفيا الراجل بتاع اوكلاند ده صعب عليا. انت مش بس بتلعب حلو، لا انت بتلعب وبتوصل. ده انت اول 5 دقايق معلول عامل واحده لمحمد شريف انفراد بس قلشت من على رجله كده، كنت ممكن تبقى في اول 5 دقايق 1-0. محمد شريف ضيع كتير النهارده. لو كان سجل على الاقل 50% من الفرص اللي جات له، كنا على الاقل خارجين 5 الماتش ده. يا راجل ده محمد الشناوي طول الشوط قاعد بيتشمس، ما كانش فيه خطوره عليه غير من كام عرضيه كده من كورنر. والكورنرات دي بتيجي لان اصلا محمد هاني قاطع ميه ونور عن الباك ليفت بتاعهم، ومش قادر يرفع اوفر واحد. عندنا 2 بيتجننوا اول ما يسمعوا ان في كاس عالم للانديه. اول واحد محمد هاني اللي بيقلب داني الفيش، دفاع وهجوم وترقيص وباصات وقطعات وحاجات منتهى الجمال. وتاني واحد حسين الشحات النينجا بتاعنا، اللي اول ما بيشوف سيره كاس العالم اشوط من بره. الراجل بسم الله ما شاء الله بقى مرتب دلوقتي مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل، ومعاهم حسين الشحات، وهو اللاعب العربي الوحيد اللي يسجل في 3 نسخ من كاسات عالم انديه. والنادي الاهلي بعد جون حسين الشحات بقى اكتر نادي بيجيب اجوان من بره ال18 في كاس العالم للانديه من ساعه ما اتعمل، جايب 6 جوان من بره ال18. ده انت ما كفكش الارقام القياسيه في الدوري المصري يا فاجر، رايح تكسر ارقام قياسيه بره. المهم ان الشوط الاول يخلص 1-0، ويلا بينا على الشوط الثاني. مدرب فريق اوكلاند بين الشوطين قرر ان هو اكيد الراجل ده كسبان 1-0 ودي بطوله دوليه، فاكيد هيرجع ورا زي ما انا كنت عامل الشوط الاول. وبنى سيناريو الشوط الثاني على انه هينزل يهاجم النادي الاهلي ويحاول يعوض في النتيجه، فتنازل عن الاربعه اللي في خط النص وغير الطريقه ل4-2-4. ولكن المفاجاه هنا ان لا يا باشا، مستر كولر نازل بيهجم من اول دقيقه في الشوط الثاني، وبيهجم بشراسه واكتر من الشوط الاول. مستر كولر مدرب مش جبان. الشوط الثاني ابتدى بدايه كوميديه جدا من محمد شريف، اللي ضيع انفراد سهل جدا يحطها بشماله في العارضه في الضيقه، ورغم ان الكره اوفسايد وطلعت بره، الا انه بيقول لللاين مان مش اوفسايد. يا عم كده كده مش فارقه، هي كره ما تضيعش اصلا، يعني حط
حطها جون وبعدين اشتكي. ولكن ما يعديش 10 دقايق من الشوط الثاني ونلاقي حمدي فتحي يعمل باص من لمسه واحده يودي محمد شريف هو والجون، ورغم ان هو حطها وحش لكن ربنا كرمه ودخلت في الحارس اللي واقف اللي ما نفهملوش ملته ايه بصراحه، عشان تبقى النتيجه 2-0. وفي الدقيقه 65 برضو محمد شريف يقطع بين المدافعين ويلعب له النينجا بتاعنا، احلى واحد يرمي ثروهات في مصر، كرة حلوة جدا أرضية لكن ما يبصش على الجون ويشوطها مرة واحدة تطلع بره خالص. محمد شريف لو كان سجل 2-3 كان ظبطت معاه وكان دخل تاريخ بأرقام تانية خالص، رغم ان المجهود اللي عمله يشكر وان هو مان اوف ذا ماتش من وجهة نظر طبعا مراقبين المباراة، الا ان محمد شريف كان ممكن يحط جوان اكتر من اللي حطها دي بكتير. وبعد الهدفين مستر كولر يعمل تغييرات، كوتش قاعد مش بينام، يعمل تغييرات هدفها ان هو يريح اللعيبة اللي بذلت مجهود كبير جدا في الضغط اللي عاملينه طول الماتش تقريبا، وكمان ينشط الفريق ويزود في الاهداف، وكمان يحافظ على النتيجه ويمنع ان مرمى الشناوي يستقبل اي اهداف. فيطلع الوينجين بتوعه حسين الشحات واحمد عبد القادر، يطلع من نص الملعب حمدي فتحي وعمرو السوليه، يطلع محمد شريف، وينزل بقى بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا، طاهر محمد طاهر، مروان عطيه ومحمد مجدي قفشه. تاو بقاله كتير قوي راجع من اصابه، ومن الاسباب اصلا اللي خلت بيرسي تاو يجي النادي الاهلي وهم بيقنعوه ان انت جاي النادي الاهلي اللي بيروح يلعب في كاس العالم للانديه، فبالتالي فرصه ان انت تتشاف احسن وممكن ترجع تاني تلعب في اوروبا. للاسف طبعا الراجل جاي معظم فترات حياته عندنا بيتعالج، فما حضرش كاس عالم للانديه قبل كده مع النادي الاهلي، ودي كانت اول مشاركه ليه، عشان كده نازل اناني، تحسه مش عايز يباصي ومش عايز يعمل حاجه، ولكن برده كان بيشكل خطوره والنتيجه الحمد لله كانت مساعدانا. ففي الدقيقه 85 عم كهربا الجميل ربنا يصلح حاله ويحل له مشكلته، يعمل اسيست بكعبه لبيرسي تاو اللي يحطها تشبايه حلوه على يمين الحارس عشان تبقى النتيجه 3-0، ويخش فريق اوكلاند سيتي في نادي الثلاثه اللي فتحوا النادي الاهلي السنه دي. في الاخر لعيب يطرد من اوكلاند سيتي ملوش لازمه طبعا، والماتش يخلص بالنتيجه دي. ويلا بينا نروح على الملاحظات. اول ملاحظه يا صديقي، عايزك تتخيل ان انت مش بتلعب هنا في الدوري المصري ولا في الكاس بتاع مصر ولا في دوري الرابطه ولا حتى دوري ابطال افريقيا، انت بتلعب في كاس العالم للانديه وماتش 90 دقيقه ما اتعملش عليك هجمه واحده. محمد الشناوي كان بيتشمس، فده اكيد مش طبيعي. ما تقوليش بقى اوكلاند سيتي ومش اوكلاند سيتي وما توجعش دماغي. تاني حاجه ان النادي الاهلي فرض شخصيته مش بس محليا وافريقيا بل عالميا. فريق لما تيجي سيره كاس العالم للانديه يقولوا هو الاهلي بيلعب ولا لا. كل ده يخش في جانب البراندنج والماركتنج لنادي القرن في افريقيا، ارقام ومساهمات وبتترجم لفلوس في الاخر. فلازم نحافظ على الكيان اللي احنا عاملينه ده ونعلي عليه كمان. انت ممكن تكون شايفه ماتش في كاس عالم للانديه، لا، الموضوع ابعد من كده بكتير. النقطه الثالثه خاصه بمحمد شريف اللي رغم ان هو خد احسن لاعب في المباراه الا ان الحقيقه ضيع كتير برضه، بس الميزه المره دي ان هو سجل. محمد شريف سجل لثالث ماتش على التوالي، سجل 4 اهداف، 2 في الزمالك، 1 في البنك الاهلي، 1 في اوكلاند سيتي. وبالتالي فكره اصلا ان محمد شريف يرجع تاني للتهديف ويستمر ماتش ورا التاني لازم نقف وراه وندعمه. وكويس انه رجع جزء من تحركاته تاني اللي بتخليه في مواقف كتير قوي 1 على 1 مع الحارس، وبالتالي فرص تسجيلك تعلى. المهم توصل وتجيب وبرضه تضيع مش مشكله، واحده واحده الاتقان بتاعك هيزيد ومعدل اهدار الفرص هيقل. محمد شريف مكسب كبير جدا لازم كلنا نقف وراه دلوقتي. انا واحد من اللي انتقدوا محمد شريف وكنت شايف ان شادي حسين ياخد فرصه احسن، لكن في النهايه اللي يهمنا مصلحه النادي الاهلي. اللي هيجيب مع الاهلي خليه واحنا وراه ولازم ندعمه. النقطه اللي بعد كده خاصه بالاجواء اللي موجوده في المغرب. شفنا الجماهير قد ايه بتساعد النادي الاهلي وبتشجعه، سواء كانت جماهير مصريه مسافره معاه او من الجاليه المصريه في المغرب او حتى جماهير مغربيه جايه تشجع النادي الاهلي. وعامل الجمهور فرق جدا مع النادي الاهلي. شفنا النادي الاهلي بيأدي اداء محترم جدا امبارح، وبندعي ربنا ان الحال ده يحصل في مصر ونشوف الجماهير تاني موجودة في كل ارجاء المدرجات. النقطة الخامسة وهي نقطة كنا بننتقدها في النادي الاهلي من شهور بس قبل ما كولر يجي، نقطة التسليم والتسلم. كنا بنقول اللعيبة دي بتتدرب على ايه؟ اللعيبة دي مش عارفة تباصي، لو يفتكر يعني اللي متابع معايا من زمان. النهاردة انت بتسلم وبتستلم وبتباص بمنتهى الاريحية، ما عندكش اي مشكلة في ده. فده شغل مدرب فني، هي نفس اللعيبه. احنا اصلا عمالين نشتكي ان انت مش عارف تعمل له صفقات. النقطه السادسه وهي خاصه برضو بمستر كولر وعظمته مش بس ان هو ظبط طريقه لعب للنادي الاهلي او خطه بتخليك تكسب باداء وتخلي مرماك ما يخشش فيه اهداف. مش بس كده، مستر كولر خد القماشه اللي عنده ونظفها وطلع احسن ما فيها. من كام شهر كنا بنقول اسامي لعيبه لازم تمشي من النادي الاهلي وما نشوفهاش ولا يصلحوا للعب في النادي الاهلي، وخدوا بدل الفرصه 1000. اللعيبه دي رجعت للحياه تاني
واتصنفرت واتلمعت وبقت نسخ من لعيبه، احسن لعيبه في مصر في مراكزها. مين كان عايز محمد هاني يقعد في النادي الاهلي قبل ما الموسم يبدا؟ مين كان عايز محمد متولي يقعد؟ لا ده كتير كتير، ممكن في كل مركز اقول لك لعيب على الاقل. فده يدل ان الراجل ده بس مش قوي فنيا، لكن كمان قوي نفسيا، بيعرف ازاي يتعامل مع اللعيبه ويظبطها. كهربا عندك قاعد بقاله 3 سنين تقريبا ونص، واكتشفت دلوقتي ان كهربا لعيب كويس. النقطه السابعه وهي خاصه بانتقاد مجلس اداره النادي الاهلي اللي انتقدناه كتير، لكن الحقيقه في اخر فتره في حاجات لازم نقول عليها. في ان المنافس كان عايز مروان عطيه ومخلص وبيقول لك انا متفق خلاص مع الراجل وكل سنه واحنا طيبين، وخد محمود علاء ومروان عطيه بتاعنا، وفجاه مروان عطيه قاعد عندك وبيلعب. في ان امام عاشور ماشي من هناك، فنجيب احمد قندوسي يعوض خط النص بتاعه وندخل دي في دي. وفي ظل مفاوضات اكتر من اسبوعين بين نادي الزمالك ونادي وفاق سطيف، يروح النادي الاهلي في يومين يخلص الصفقه ويرجع بيها. والاجمل كمان انه يسيب احمد قندوسي مع منتخب الجزائر ويستغنى عنه في كاس العالم للانديه عشان ما يعملش مشاكل ويحسن علاقاته بين انديه الجزائر كلها. في ان امام عاشور طالع في التلفزيون الناس بتخيره تقعد في نادي الزمالك ولا تمشي، ومديك اخر فرصه وتفكر بكره وترد عليا الاثنين والراجل يسافر، في حين ان محمد الشناوي يجيله عروض اعلى 6 اضعاف من اللي بياخده مع النادي الاهلي، ورغم كده يختار النادي الاهلي. ومش اول مره، في 2018 جاله عروض احتراف من انجلترا، عروض رسميه، والنادي الاهلي قال له احنا محتاجينك وفضل معاه. النادي الاهلي ينزل منشور رسمي وبيان رسمي على كل منصاته بيشكر فيه محمد الشناوي. فتبص للقطه دي قصاد اللقطه دي وتعرف ان هي حاجه محترمه. دروس النادي الاهلي عمال يديها، الدروس دي اللي بتخلي اللعيبه اللي جايه بعد كده وقدامها العرضين تختار النادي الاهلي من غير ما تفكر، حتى لو كان اللعيب نفسه زملكاوي. فلازم نشكر مجلس الاداره انه بيعمل الكلام ده من غير ما يطلع في التلفزيون، من غير ما يتكلم ولا يعمل مداخله ولا يقول تصريح واحد. نجوم الماتش بالنسبه لي النهارده محمد هاني وحسين الشحات وحمدي فتحي. اما بالنسبه للاسوأ فالحقيقه مفيش اسوأ النهارده، حتى مجدي قفشه في الجزء اللي نزلوا ما عملش حاجه، بس الماتش كان حلو وكلنا فرحانين، فمفيش حد اسوأ النهارده. ده كان كل حاجه النهارده، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. السلام عليكم.